السلام عليكم يا جماعة، معاكم ملوكة من قناة ملوكة الإخبارية، ودي نشرتنا الرئيسية ليوم الخميس 10 يوليو 2025. فيها كل حاجة بتحصل في البلد وحوالين العالم بشكل بسيط وسهل. يلا نبدأ بأهم الأخبار النهاردة. أول خبر: توجيهات رئاسية جديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مهم النهاردة مع الحكومة، واتكلم عن أهمية تطوير البنية التحتية في القرى والمدن الجديدة، خصوصاً في محافظات الصعيد والدلتا، وأكد على إن حياة كريمة لازم توصل لكل بيت، مش بس في القرى الكبيرة، والاهتمام كمان بالمياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الصحية. تاني خبر: البرلمان بيشتغل على قوانين مؤثرة. مجلس النواب ناقش النهاردة قانون جديد بيخص المعاشات، واللي ممكن يخلي فيه زيادات تدريجية حسب التضخم. وفي كمان قانون بيتكلم عن تنظيم الإنترنت والمحتوى الرقمي علشان يحاربوا الإشاعات ويحافظوا على الخصوصية. تالت خبر: الاقتصاد وأسعار السوق. البنك المركزي أعلن إن الجنيه المصري حافظ على استقراره مقابل الدولار، وسعر الدولار النهاردة في البنوك حوالي 30.90 جنيه. وفي نفس الوقت وزارة التموين بتقول إنهم زودوا الكميات المعروضة من السكر والزيت علشان يسيطروا على الأسعار اللي بدأت ترتفع في بعض المناطق. شركات المحمول كمان أعلنت عن زيادة بسيطة في أسعار باقات الإنترنت، وده بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل حسب كلامهم. رابع خبر: أخبار المحافظات. محافظة الإسكندرية بدأت حملة نظافة وتجميل في منطقة العجمي، وهيتم دهان الأرصفة وزرع شجر في الشوارع الرئيسية. وفي سوهاج تم افتتاح مركز طبي جديد للكشف المبكر عن الأورام، والمركز مجهز بأحدث الأجهزة وهيخدم أكثر من 300 ألف مواطن. خامس خبر: التعليم. وزارة التعليم أعلنت عن بداية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، وأكدت إن النتيجة هتكون في نهاية يوليو، وإن الدرجات هتتظبط إلكترونياً من غير تدخل بشري. الوزير كمان قال إن الدراسة في الترم الجاي هتركز على الفهم مش الحفظ، وهيتم توفير فيديوهات شرح مجانية على المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة. سادس خبر: الصحة. وزارة الصحة قالت إن حالات كورونا لسه تحت السيطرة، بس في تحذير من موجة إنفلونزا موسمية جديدة ممكن تبدأ في آخر الصيف، وعشان كده بتنصح الناس اللي عندهم أمراض مزمنة إنهم ياخدوا التطعيم بدري. كمان في حملة جديدة للكشف عن الضغط والسكر مجاناً في المراكز الصحية بكل المحافظات. سابع خبر: الطقس والتحذيرات. هيئة الأرصاد بتقول إن في موجة حر جديدة بدأت من النهاردة، والقاهرة وصلت ل 39 درجة، وأسوان 44، والمنيا 41. الرياح هتكون نشطة على السواحل، وممكن يحصل رمال مثارة في بعض المناطق. ياريت الناس تشرب مية كتير وتجنبوا الشمس بين 12 و 3 العصر. تامن خبر: العالم النهاردة. في أمريكا حصلت حرائق كبيرة في ولاية كاليفورنيا، وتم إجلاء أكتر من 5000 شخص، والجيش بيساعد في الإطفاء. وفي أوكرانيا المعارك لسه مكملة، وروسيا أعلنت إنها ضربت منشآت عسكرية جديدة، والاتحاد الأوروبي بيراجع حزمة مساعدات ضخمة لكييف. أما الصين فبتعمل تجربة لإطلاق أقمار صناعية جديدة، وده ضمن خطة لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي. تاسع خبر: الرياضة النهاردة. النادي الأهلي بيستعد بقوة لنهائي كاس المصري قدام بيراميدز اللي هيتلعب بكرة الجمعة، والتدريبات النهاردة ركزت على التسديدات وخطة اللعب الدفاعي والهجومي. كولر قال إن التركيز في أعلى مستوى، وإنهم داخلين الماتش وعايزين الكاس. الزمالك بيقفل صفقة لضم مدافع تونسي، والتعاقد الرسمي هيتم خلال أيام، وكمان بيجهز قائمة للموسم الجديد، وبيفكروا في تغيير مدرب اللياقة. أما منتخب مصر فبدأ تجمع صغير استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026، وفي كلام عن مباراة ودية مع منتخب المغرب الشهر الجاي. عاشر خبر: فقرة علمية بسيطة. علماء في جامعة مصرية أعلنوا إنهم طوروا مادة جديدة بتحافظ على درجة حرارة المباني، وبتقلل استهلاك الكهرباء بنسبة 25%، وده ممكن يفيد البيوت والمستشفيات والمصانع في الصيف. فقرة خفيفة: خبر طريف.
في الشرقية طفل عنده 9 سنين كسب مسابقة شطرنج على مستوى الجمهورية، وبيخطط دلوقتي إنه يسافر يمثل مصر في بطولة عالمية في تركيا. أهله بيقولوا إنه بيلعب الشطرنج من سن 3 سنين. ودي كانت كل الأخبار من نشرتنا الطويلة النهاردة، الخميس 10 يوليو 2025، من قناة ملوكة الإخبارية. أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وتكتبوا في التعليقات تحبوا نحكي عن إيه بكرة. معاكم دايماً بكل مصداقية وبأسلوب بسيط. مع السلامة، ونشوفكم في نشرتنا الجاية. مع السلامة.